عملتي عمليه وعملت استئصال للغده الدرقيه، متوقعه وزنك يزيد ولا يقل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استكمالا عن حديثنا عن الغده الدرقيه، الفيديو النهارده ان شاء الله انا ناوي اتكلم فيه عن معلومه خاطئه للاسف منتشره على السوشيال ميديا ما بين مرضى الغده الدرقيه. مرضى كتير عملت لهم عمليه في الغده الدرقيه وهم بيجوا لي في المتابعه بيقولوا لي يا دكتور في رباط للمرضى بتوع الغده الدرقيه موجود على السوشيال ميديا بالتحديد على الفيسبوك، متداول فيها معلومه خاطئه بتقول ان انت لو شلتي الغده الدرقيه المفروض انك تخسي بعد العمليه. حاجه بقى المعلومه دي خاطئه بنسبه 100%. حضرتك لما بتستأصلي الغده الدرقيه بعد العمليه بتاخدي برشام معوض او اقراص معوضه لوظائف الغده الدرقيه، وبقدر اظبط لك الجرعه بتاعه الاقراص دي بناء على تحليل دم بيختلف من مريضه لاخرى. طيب لو الوظائف مظبوطه تبقى الجرعه مظبوطه وبالتالي حضرتك ولا هتخسي ولا هتتخني، لكن لو الجرعه عاليه هتخسي والجرعه قليله هتتخني. طب هو المفروض الجرعه تبقى عاليه ولا قليله ولا مظبوطه؟ المفروض الجرعه تبقى مظبوطه وبالتالي ولا هتخسي ولا هتتخني، وربنا يتمم شفاكم على خير.